الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، يعني ساكنة تفلت عموما وكل المناضلين الشرفاء في هذه المدينة. كذلك لا ننسى أن نحيي بكل الصمود والمقاومة الرفيق فؤاد حفاظ الذي يقبع من داخل السجون طول والعار بكل بساطة، إلا لأنه رفض أن يؤدي أو أن يكون الولاء للطقوس، الولاء الطبقي لهذا النظام القائم الرجعي بطبيعة الحال، ولا بد أن ينال نصيبه من القمع والاعتقال لكونه صوتا مكافحا من داخل مدينة سيكس وحركة 20 فبراير. لا ننسى أن نحيي عائلة المعتقل أم الرفيق وكافة عائلته بطبيعة الحال، والدور الحيوي الذي يلعبون من خلال تعريف بملف المعتقل، وكذلك النظام الواجهة الحقوقية على أرضية هذا الملف. طبعا بطبيعة الحال سياق الاعتقال للرفيق فؤاد الحفاظ ومجموعة من المعتقلين عبر ربوعات الوطن الجريح أصوات حرة مناضلة رفعت شعار الكرامة والحرية والعدالة والاجتماعية، رافضة لكل السياسات الصحوية لهذا النظام في شتى الحقول والميادين، وعبرها وليس آخرها اعتقال رفاقنا في موقع القنيطرة 5 طلبة، من بينهم طالب من مدينة تفلت كريم بوسعدان و4 طلاب آخرين لا لشيء إلا لنضالهم المستميت ضد السياسة التعليمية الطبقية لإدارة التعليم من خلال رفعهم لملفات مطلبية للجماهير الطلابية بطبيعة الحال. وأمام هذا الهجوم القمعي والهجوم من هذا النظام القائم على كافة الأصوات المناضلة، لا يسعنا إلا أن نتثبت بهوية معتقلنا ونتثبت ببراءتهم، باعتبار على أن هذا الاعتقال هو اعتقال سياسي. كذلك كل المحاكمات التي تتخذ في حقهم هي محاكمة سورية، ولعل الدليل هو واضح من خلال جلسات المحاكمة وكيف يتم قمع المناضلين من الولوج إلى قاعات هذه المحاكمة والتمكين بهم أمام كافة المواطنين في ضرب الصارخ لكافة قيم المواطنة وحقوق الإنسان. في الأخير بعد تحيات كافة المعتقلين السياسيين عبر ربوعات الوطن، ندين بكل شدة هذه الحملة الشرسة التي يخوضها النظام القائم من خلال اعتقال خيرة أبناء الشعب المغربي من أجل تنييهم وتركيعهم عن النضال في سبيل حرية هذا الوطن وكرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما ندين كافة المحاكمات السورية في حق أبناء الشعب المغربي. كما ندين في الأخير العسكرة التي أصبحت ممنهجة على كافة المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس وثانويات من أجل ثاني كل أبناء الشعب المغربي عن النضال ضد السياسة التعليمية الطبقية التي أصبحت تفوح منها رائحة لا شعبوية ولا وطنية. وليس خير دليل على ذلك احتجاجات التلاميذ بكافة ربوعات الوطن ضد ما سمي ببرنامج مسار الذي لا يعتبر إلا نقطة أفاضت الكأس. هذا التعليم الطبقي بالبلاد في الأخير يؤكد عزمنا النضال حتى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كذلك النضال من أجل تعليم شعبي ديمقراطي الذي يلبي في نهاية المطاف طموحات أبناء الشعب المغربي. تحية مجددا لكافة
ضمير الشرفاء وعاشت حركة صغار صغار. قضية طبقية المعتقل والشيء قضية طبقية المعتقل والشيء تحية نضالية الحركة الطلابية تحية نضالية الحركة الطلابية